لو عايز تماستر سيكوال وتوصل فيه لمرحلة كويسة، تابع معايا الفيديو ده للآخر، هكلمك فيه عن كل حاجة وهسيب لك كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. قبل اي حاجه، لو انت مش عارف ايه هو اصلا السيكوال، فهو من البيزكس اللي انت لازم تكون عارفها لو انت مبرمج، لان دلوقتي مفيش اي شركه او اي مشروع هتشتغل فيه غير لما يكون فيه بيانات. وكلمه بيانات يعني فيه حاجه بتخزن البيانات دي اللي هي الداتابيز. فالسيكوال بقى هي اللي بتتعامل مع الداتابيز دي وبتخليك تعمل عليها اللي انت عايزه. فانت كده ولا كده، سواء انت كنت في اي تراك، غالبا بنسبة كبيرة قوي 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 هتحتك مع الداتابيز، ولازم تكون عارف ايه السيكوال. ومن البديهي ادام انا ذكرت مصطلح الداتابيز، فده اللي انت هتبدأ بيه تتعلمه. ولو انت ما تعرفش اي حاجة خالص عن الداتابيز ويعني ايه اصلا، ويعني ايه تخزين بيانات وازاي تتعامل معاه والكلام ده كله، هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك الكورس منارة تك هيعرفك الدنيا دي ماشية ازاي. بعد ما بتفهم دنيا الداتابيز دي ماشية ازاي، محتاج ان انت تتعلم الاصل بقى اللي هو السيكوال، عشان تعرف تتعامل مع الداتابيز دي براحتك، تعرف تضيف، تعرف تغير، تعرف تعدل، تمسح، تعمل اي حاجة على الداتابيز دي اللي هي الداتا بتاعتك اصلا. لازم ان انت تتعلم السيكوال. وخدها قاعدة كده، دام احنا ذكرنا كلمة سيكوال وتتعلمها منين، فأحسن مكان تتعلم من عنده هو كورس باشمهندس محمد الدسوقي. وده مش كلام أنا لوحدي، ده كلام ناس كتير. وسواء أنت عايز تتعلم سيكوال مثلا أكاديمي أو غير أكاديمي أو شغل أيا كان، لازم تتعلم من عنده. هو طبعا مش لازم، بس هو كورس فعلا كويس، لأن هو بيركز على الحاجات الكويسة في النظري، بيركز على العملي، مش بس بيعلمك كلمتين وخلاص. لا، هو حرفيا بيركز على كل حاجة فعلا انت محتاجها في السيكوال عموما، لو انت يعني سواء نظري او عملي. مش شرط عموما ان انت تذاكرها من عنده، ما تاخدش كلامي اكنه قرآن ان انت انا قلت تذاكر كذا فلازم تذاكر من عنده. دي كلها وجهات نظر ممكن انت ما ترتاحلهوش فتذاكر من عند حد تاني. المهم ان انت توصل لنفس الناتج في الاخر. بعدها انت محتاج تقوي نفسك اكتر في الداتابيز من كورس باشمهندس رامي في الاي تي اي، لان هو بيركز في الكورس ده اكتر على الكويريز وعلى السيكوال سيرفر، لان انت هتحتاج الحاجات دي قدام لما انت تيجي تطبق وكده. وما تستغربش ان انا لما اقول لك ان انت في الاول تذاكر داتابيز وتيجي هنا دلوقتي تذاكر داتابيز تاني. كل كورس بيكون يعني ليه الحاجات بتاعته، ده بيعلمك كذا وده بيعلمك كذا، بيكون بيعلموك حاجات مختلفة بحيث ان انت توصل للناتج اللي انت عايزه في الاخر. فهو انت بتذاكر السيكوال محتاج ان انت تطبق على اللي انت بتتعلمه. مثلا وليكن انت ذاكرت حاجة زي الجوين دي فيها كذا نوع وكذا حاجة، فانت لازم ان انت تطبق عليها عشان تثبت في دماغك، وتشوف الاوتبوت بيكون عامل ازاي، وتعرف الفروقات بين دي ودي والكلام ده كله. مش هتعرف يعني الكلام ده مش هيثبت في دماغك غير لما تطبق بايدك وتكتب الكود فعلا. وادام ما جبنا سيره التطبيق، هما موقعين ما تخرجش براهم. اول موقع هو ليد كود. ليد كود اصلا غالبا يعني هتكون انت عارفه، لانه بيكون عليه مسائل كتير في البروبلم سولفينج، مش بس على السيكوال، عليه حرفيا على اي حاجه انت ممكن تعوزها، وهو فري. او ممكن تطبق على هاكر رانك. الموقعين دول كويسين قوي للتطبيق، لان انت بتبتدي من المرحله السهله للمرحله الصعبه. يعني عندك في هاكر رانك مثلا بيكون من مسائل متقسمه لثلاث ليفلات، من السهل للمتوسط للصعب وهكذا. فانت مثلا بتقوي فكرك في مساله معينه سهله، بعد كده بتبتدي الليفل بتاع الصعوبه يعلى وهكذا. وبرضو على الليد كود، فالحاجات دي كويسه لما انت تيجي تطبق. وفيهم حاجات زي ستريك على ليد كود، والكلام ده كله هيشجعك ان انت تحل اكتر. انت بقى تختار بين ده او ده، دي حاجة شخصية ترجع ليك انت. مثلا ممكن تكون ارتحت ليد كود او ممكن تكون ارتحت لهاكر رانك، ايا كان انت هترتاح مع مين. بس المهم ان انت توصل للناتج في الاخر، ان انت تطبق وتفهم. مش مشكلة انت هتطبق فين، بس يعني المهم ان انت تطبق صح وتفهم صح. بعدها بتخش تذاكر Fundamentals of Data Engineering مع باشمهندس حسين النصر، اللي هيتكلم معاك فيه على الداتابيز انترنالز. او في مصدر تاني برضو، لان المصدر ده بفلوس، يعني هو كورس مدفوع على يوديمي. في مصدر تاني فري على يوتيوب لباشمهندس عمرو، هسيب لك اللينكين تحت في الديسكريبشن. خش وشوف اللي انت عايزه، شوف انت ترتاح مع مين وكمل معاه. وفي الاخر لو انت بتحب قرايه الكتب وان انت تذاكر من كتب اكتر، ممكن ان انت تقوي نفسك اكتر في الداتا او الداتابيز عموما عن طريق ان انت تذاكر كتاب داتا انتنسيف. هو بيفيدك فعلا. ولو انت من الناس اللي ما عندهاش خلق ان انت تفتح سلايدز وتفضل تقرا فيها، او تمسك كتاب وتفضل تذاكر منه والكلام ده كله، في لينك لبلاي ليست هسيبها لك تحت في الديسكريبشن شرح الكتاب ده كويسه. خش شوف، يعني خش اتعامل انت بقى. ولو انت ما بتحبش ان انت تمسك حاجه كده تذاكرها، ويعني انت مش دماغك مش في الكلام ده،
فانت ممكن تخش على داتا كامب، تجيب التراك بتاع سيكوال وتذاكره براحتك. الداتا كامب متميز ان هو يعني شارح لك كل جزئية كده، شرحها لك في دقيقتين او 3، ما بتعديش الاربع 5 دقايق. بيبقى مقسمها لك جزئيات صغيرة وكل جزئية مطبق لك عليها. بس في حاجة في داتا كامب لازم تعرفها، ان الداتا كامب كورساته مش مجانية، انت بتبقى محتاج تسجل في كلاس روم عشان يتفتح لك كل الكورسات. انما لو انت في كلاس روم وخلاص الدنيا مظبطة معاك وحابب ان انت تذاكر منه، هو كويس. وزي ما قلت لك هو مقسم لك الدنيا يعني تقسيمة بسيطة، وعلى كل حاجة حلاوته ان هو حاطط لك تاسكات معينة بحيث ان انت تثبت اكتر. وبعد كل يعني كل شوية من انت بتذاكرهم بيجيب لك تاسكات مجمعة بحيث ان انت تربط كل حاجة ببعضها. فهو كويس برضو لو انت عايز تذاكر من هناك. وكده خلصنا الفيديو. كل المصادر اللي انا قلتها لك دي عبارة عن مصادر اختيارية، مفيش حاجة فيهم احسن من التاني او مفيش حد فيهم بيشرح احسن من التاني، دي كلها اراء شخصية. المهم اللي انت بتذاكر من عنده ده يكون فعلا حد فاهم وملم باللي هو بيشرحه، وما يضركش في حاجة او يقول معلومة غلط. المهم ان انت توصل للي انت عايزه في الاخر. ملحوظة بسيطة، ان شاء الله انا بنزل كورس سيكوال عندي على القناة في البلاي ليست. لو انت حابب ان انت تتابع معايا خش تابع، هتلاقيه عندي في البلاي ليست كورس سيكوال. ان شاء الله هكون لامم لك فيه الدنيا كلها على قد ما اقدر، وهسيب لك تاسكات في الجيت هاب لما نوصل لحتة التطبيق في السيكوال. بس كده لو استفدت مني حاجة ما تنساش تعمل لي لايك وتدعي لي دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.